بعد تصفية الشعب الفلسطيني سيتم تصفية الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الأردني، ثم يبدأ الاندفاع للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، وسيتم طرد إخواننا من قصورهم المكيفة، وسيتركون سياراتهم الأمريكية الفخمة وسيركبون الحمير والجمال فرارا من قطار الموت. سيدخلون الصحراء، سيدخلون الربع الخالي، سيشربون ماء البحر. الذين لا يستطيعون أن يسبحوا إلى شاطئ أمان، ولن يكون هناك شاطئ أمان. أن الإسرائيليين قادمون إلى مصر، الجيش الإسرائيلي قادم إلى مصر قريب أو بعيد، طال الزمن أو قصر، لابد من احتلال وادي النيل. هذا خط في العلم الإسرائيلي، وادي النيل، الخط الأزرق في العلم الإسرائيلي هذا وادي النيل. دولتك يا بني إسرائيل من الفرات للنيل، ما تطمئنوا يا أخواننا الذين تعيشون من الفرات للنيل. ولن يقتصر الخطر الإسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات والنيل، بل ستكون البلدان اللي خارج الخطين بلدان مواجهة جديدة. شمال أفريقيا سيصبح في خطر، لابد أن يخضع للدولة التي تمتد من الفرات للنيل. لابد أن تخضع تونس غصبا عنها، وتخضع الجزائر، وتخضع ليبيا، وتخضع المغرب في السيطرة الصهيونية غصبا عنهم. لابد أن يخضعوا في المستقبل. لو يعتقدوا أن السفارات الإسرائيلية تحميهم، السفارات الإسرائيلية السرية تحميهم، مكاتب رعاية المصالح تحميهم، المكاتب التجارية تحميهم، لن تحميكم. هذه مقدمة لقطار الموت، هذه مقدمة للخطر، هذه مقدمة للفناء. كل دولة عربية تمد يدها من تحت الطاولة، كل حكومة عربية تمد يدها من تحت الطاولة للعدو، وتقيم سفارة تسميها مكتب رعاية المصالح. هو في مصالح بين واحد يذبح واحد مذبوح؟ أي مصلحة تربط بين واحد بيد سكين وواحد أعزل؟ رعاية المصالح. أي مصالح لليبيا في تل أبيب، أي مصالح لتونس في تل أبيب، أي مصالح للجزائر في تل أبيب، أي مصالح لمسقط وعمان في تل أبيب. يا عالم فيه مصالح معقولة متبادلة بينه وبين تل أبيب؟ فيه موت متبادل، فيه فناء، فيه دماء. كل حكومة عربية تعمل سفارة إسرائيلية وتسميها مكتب العلاقات، مكتب تجاري، مكتب ارتباط، علشان ان تحاوروا. هم قالوا لكم طز في الحوار وطز في المبادرات السلمية، نحن نريد ان نذبح العرب. هم قالوا ما في حياة لليهود مع وجود العرب، يا يموت العرب يا يموت اليهود. وما دام نحن في يدنا القوة ومعنا امريكا والعرب في حالة ضعف، هذه هي الفرصة التاريخية التي تمكننا من حل هذا المشكل، وهو ذبح كل العرب. اللي يجري في فلسطين يا اخواننا الان إبادة جماعية لشعب بكامله، إبادة ليست مسألة اعتداءات ولا حتى غارات، مسألة إبادة لشعب. في كل يوم عشرات الفلسطينيين يتم ذبحهم بالسكين بالدم البارد.